في كل موسم الأندية بتشهد تغييرات كبيرة في تشكيلتها، والأهلي مش استثناء. السنة دي أخبار الانتقالات شغالة على نار، والأضواء مسلطة على مجموعة من اللاعبين اللي خلاص قرروا يسيبوا القلعة الحمراء في نهاية الموسم. في المستديرة هنغوص في عمق التفاصيل ونعرف مين هيكون نجوم المستقبل خارج أسوار القلعة الحمراء. بس الأول اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الاسم الأول في القائمة كان من نصيب محمود متولي. الأهلي اتفق معاه على فسخ التعاقد بشكل ودي بعد نهاية الدوري. الإدارة قررت تدي اللاعب حرية تقرير مصيره واختيار وجهته الجديدة تقديراً ليه مع مجهوده الكبير. والسبب الأساسي في فسخ العقد هو إن كولر مش مقتنع بمتولي بسبب الإصابات الكتير اللي بيتعرض لها، آخرها كانت شد في العضلة الضمة. لعب متولي 5 مباريات مع الأهلي الموسم ده، 3 في الدوري ومواجهتين بدوري أبطال أفريقيا، سجل فيهم هدف وحيد بقميص الأهلي، وكان في الشباك الجونة في الدوري المصري. ومستنين الموسم يخلص عشان نعرف وجهة متولي الجديدة. اللاعب الثاني هو كريستو الضاوي. كولر مش مقتنع بيه خالص لأنه مش بيؤدي الواجبات الدفاعية المطلوبة منه كجناح. كولر استبعده من حساباته نهائياً، وبالرغم من كده إدارة النادي شايفة إنه عنده قدرات فنية عالية، فكرت تعيره لنادي تاني في الدوري الموسم واحد يستعد بيه تألقه زي ما عملوا مع القندوسي، خاصة إن اللاعب مش بيعمل حاجة غير إنه بيتدرب، ومشاركته مع الأهلي في المباريات الرسمية تكاد لا تذكر. لكن كريستو رفض الفكرة وطلب إنه يمشي نهائي وياخد قيمة عقده كاملة. وبعد كلام مع كولر الإدارة وافقت على رحيله لأن الموسم الجاي هيكون في سن يسمح له بالقيد في قائمة الأجانب. لاعب شاطر كان بس محتاج فرصة، وخاصة إنه كان جاي مع النجم الساحلي زي ما بيقولوا نجمه لامع، وكان كله متأمل يشوفه بيلعب واخد الثقة زي معلول، وخاصة إن اللاعب عنده 21 سنة في بداية مسيرته. يلا الأهلي ملوش في خير. أما اللاعب الثالث بقى هو كريم نيدفيد. كريم اللي ماشي على خطة كريستو رفض فكرة الإعارة أو إنه يكون ضمن صفقة تبادلية. كولر مش مقتنع بيه ورافض يكمل مع النادي، والصراحة عنده حق. في آخر كام ماتش كان لعبه متذبذب خالص، وكور بتتقطع وتمريرات غلط، وكريم طلب الحصول على الاستغناء النهائي لو الإدارة قررت رحيله، ورفض يكون ضمن صفقة تبادلية مع أي نادي تاني. حتى لما اسمه ترشح ضمن صفقة عمر الساعي مع الإسماعيلي، كريم عاوز يحدد مصيره بنفسه ويشوف نادي يقدره ويثبت إنه ما يستحقش الدكة والملعب أولى بيه، بس ده لو اللجنة قررت الاستغناء عنه. كريم شارك في 10 ماتشات مع الأهلي ما سجلش ولا هدف. أما اللاعب الرابع طاهر محمد طاهر، نادي زد مهتم بضمه علشان يدعم صفوف الموسم الجاي. الإدارة لسه ما حسمتش قرار الرحيل، لكن في ترحيب بفكرة إعارة طاهر علشان يستعيد تألقه ويرجع للنادي. بس إصابته الأخيرة قبل ماتش بيراميدز اللي كانت التواء في الكاحل كنسلت خطط الإدارة لحد ما اللاعب يرجع الملاعب تاني. بس على النقيض كولر لاعب بيه في الماتشات الأخيرة بعد ما كان مش مقتنع، وكان في ماتشات كان طاهر أساسي فيها. فهل ده معناه إن كولر ممكن يتراجع عن الاستغناء عن طاهر ونشوفه أساسي تاني بعد ما يرجع الملاعب؟ طاهر لعب مع الأهلي الموسم ده 20 ماتش، سجل 3 أهداف. أما اللاعب الخامس هو خالد عبد الفتاح. كان في كلام كتير عن إنه بره حسابات كولر وهيمشي آخر الموسم. كان في نفس الملف مع طاهر، وكانت اللجنة بتطالب كولر دايما إنه يحسم موقفه من الثنائي ده. لكن في المباريات الأخيرة فاجئنا كولر ولقينا خالد بيشارك بعد ما كان قاعد على الدكة كتير. هل ده معناه إن خالد هيفضل؟ لسه لجنة التخطيط دلوقتي بتطلب من كولر رأي نهائي في موضوع عبد الفتاح. عبد الفتاح شارك مع الأهلي الموسم الحالي 7 مباريات وما سجلش ولا هدف. أما بقى اللاعب السادس طبعا الدبابة أليو ديانج، خلاص أصدر الستار مع نادي الأهلي قبل مباراة المصري علشان يخلص إجراءات السفر وينضم للخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم بقيمة 500,000 دولار. ديانج لعب 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 11 هدف. نص الملعب هيفتقدك جامد يا عم ديانج. الأيام اللي جاية هتكشف لنا مصير اللاعيبة دي، وهل في منهم هيكمل مع الأهلي ولا هينتقلوا لفرق تانية؟ شاركونا أنتم كمان برأيكم في الكومنتات وتابعونا عشان تعرفوا آخر الأخبار.